السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو هذا. اليوم عندنا رفيسه، غير رفيسه هكا غدا على حساب الافراد. انا عندي هنا نص ديال الدجاجه كما كتشاهدوا. بسم الله. وعندي هنايا واحد 3 ديال البصلات بلديين مشلضين على هكا طوالين. بسم الله. انا ما غاديش ندير الزيت لانها رفيسه طيبه في الزيت. هنا عندي توابل كما كتشاهدوا. عندي هنايا الخرقوم او الكركم، سكينجبير، الملحه، البزار، شويه ديال القزبر يابس، هادو كلهم معلقه صغيره معلقه صغيره. صافي. وعندي العدس، انا غنقيه ونتلاقاو ان شاء الله. هنا غادي نشعل عليه وغندير واحد الكاس ديال الماء كما شاهدتوا هانتوما. غندير شويه ديال السمن باش نشحرو، وهنا غندير كاس ديال الماء باش غادي نشحر هاد المريقه هادي. هانتوما كويس ديال الماء، انا ما غنديرش الزيت وغنخليه يتشحر ونتلاقاو ان شاء الله. هنا غادي نشوفوا كما شاهدتوا انا درت ليه غير شويه ديال الماء وشحرته. هانتوما هو تشحر وديك الريحه كتشهي مع البصله، راه تطلق، هي نيت البصله تطلق الماء. ومن الاحسن يتشحر بلا زيت بلا والو، لان داك الرفيسه اللي غادي تريد اللي حنا مصايبين لنا مصايبينه بالزيت، ما خاصناش نديرو الزيت هنايا في المرقه، غير شويه السمن صافي باش يكون ديك الماكله خفيفه ولذيذه. وبقاو معايا ان شاء الله. دابا بعد ما تشحر مزيان غادي نزيد واحد الربيطه ديال القزبر ماشي المعدنوس، وغنزيد العدس ومعاه شويه ديال الحلبه. هانتوما الحلبه اختياريه، اللي ما باش يديرها ما يديرهاش. صافي. وغادي نمرق دابا. غديروا المرقه اللي غادي تقدكم على حسب داكشي اللي غادي تسقوا، على حسب المسمى اللي عندكم. دابا انا غادي نسد عليها، حتى يطيب الدجاج ويطيب العدس ونتلاقاو ان شاء الله. غادي نسد وغادي ندير الصفاره. هنا كما كتشاهدوا المريقه ديالنا طابت، هي والدجاج اللي درنا طابت. دابا غادي نشاهد معكم ان شاء الله. تشاهدوا معايا سميتو، غتشاهدوا معايا المسمن اللي غنديروه الرفيسه. هانتوما غتشوفوه ان شاء الله. وتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وبارطاجيو مع الاهل ومع الاحباب. هنا عندي كبيضات ديال الدجاج كما شاهدتوا انا درتهم في الخلاط. هنا غادي ندير معكم واحد الكاشير غادي نزينوا به هاد الرفيسه ديالنا. غادي نضيفوا على هاد الكاس هنايا عندي الربيع في المجمد، القزبر المعدنوس كما كتشاهدوا. عندي هنايا هانتوما مليحه. هنا عندي جوج فصوصه ديال جوج ضريصات الثومه. عندي هنايا لقامه. هنا غنديرو المساخن، لان انا ما درتش المساخن في المرق. هنايا هاد الكاشير اللي بغى المساخن غياكلهم، يعني غيكونوا معزولين. هنا غا معلقه صغيره كما كتشاهدوا. صافي. ما غنديرش فيهم باش يجوا اللون ديالهم مغير، ما غندير فيهم حتى شي حاجه الا المساخن والثومه والقزبر المعدنوس وشويه ديال البزار. صافي.
هادشي اللي غندير في هذا الكاشير هذا، وغادي نزينو به صافي. هنا غادي نضيف على هاد الكبده، غنضيف عليها غير 2 ديال البيضات لان عندي غير كبده قليله كما كتشاهدوا. غادي نطحن الكل وغنديرهم في السيليكون وبقاو معايا. هنا جبت هاد السيليكونات، هادو هما اللي غندير فيهم الكاشير. هادو غادي بعد ما طحنته ولا على هاد الشكل هذا، هانتوما انا غادي نكبو هنايا. هانتوما هنا بعد ما عمرت هاد السيليكون، دابا انا غادي نديرو في الطاوه، غندير فيها شويه ديال الماء وغندخلو الفران. بعد ما هاد المسمن يا ربي، بعد ما صايبت هاد المسمن صايبته البارح، شوفوا تبارك الله. هانتوما صايبته البارح، اليوم دخلته درته في الطاوه ودخلته للفران هكا باش ما بغيتش نفورو. من الاحسن يكون بحال هكايا في الفران. شوفوا هانتوما تبارك الله. هذا انا هاد المسمن راه كنصايبو عندي في المحل. هانتوما واللي بغى شي حاجه مرحبا بيه، خلوا لي التعاليق في القناه ونوريكم المحل وجو عندي مرحبا بكم. هادو هما الكاشير اللي صايبت. هذا هو الكبيدات ديال الدجاج والبيض كما كتشاهدوا، دخلتهم للفران. هانتوما كيجيو على هذا الشكل. هادو غنزينوا بهم. هنا دابا غادي ندير المرق هنايا في القصريه وغنسقي وبقاو معايا. بسم الله. بعد ما درت شويه ديال السمن هنايا، بسم الله كما كتشاهدوا، غادي ندير المريقه في القاع باش المسمن ما يجينيش ناشف. كنجيبوا الورقه ديالنا وكنعاودو نديرو طبقه اخرى باش كله يجينا مسقي وما تجينا حتى شي مسمنه هكا ناشفه. بعد ما سقيت القصريه كما كتشاهدوا، راه غير رفيسه طبيعيه غدانه ديال الدار شاركتو معاكم. هنايا عندي بيضات غادي نزين بهم. هانتوما كما كتشاهدوا، وعندي الكاشير اللي شاركت معاكم. هانتوما نعمروا اي بلاصه خاويه نعمروها بهذا الكاشير هذا. وباقي لينا واحد حتى هنا نديرو، علاش لا. المهم كاينين اللويزات مقليين. هانتوما صافي. هذه هي القصيريه ديالتنا، وغندير شويه ديال العنب معسلاه. هنا كندير العنب معسل على هذا الشكل. ولكم الاختيار اللي كيبغي، اللي على حساب الذوق. انا كيعجبني فيه شي حاجه هكا حلوه، وكله كيدير على حساب الذوق ديالو، واللي ما كيبغيش الحلاوه ما يديرهاش.
صافي. ايوا بعد ما سقينا القصيريه ديالنا، كنتمنى تعجبكم هاد الرفيسه هادي، وبارطاجيو مع الاهل ومع الاحباب باش تعمل فائده للجميع. المهم هاد الغدا ديالنا البسيط كنتمنى يعجبكم، وبارطاجوه مع الحباب، وديروا لي كومونتير زوين بحالكم، وبسلامه.